عمرك سألت نفسك ليه الحنفية اسمها حنفية؟ في الأول لازم تعرف إن زمان كانوا معتمدين على السقايين، يجيبوا المية من النيل في قرب جلد وياخدوها للحارات والبيوت. ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. أما في الجوامع الوضوء كان بيتم في صحن المسجد، فسقية كبيرة في النص والناس بتقعد حواليها، كل حاجة محسوبة من الأرضية مظبوط عشان المية تتصرف من غير إهدار. وقتها كانوا بيحسبوا الزوايا يدويا وبيجربوا ويعدلوا من غير أي برامج تحسب لهم أي حاجة. وبعدين ظهرت الحنفية. في الأول كانت مجرد أحواض كبيرة في الشوارع مليانة مية والناس بتروح تملى منها، لكن هي ليه أصلا اسمها حنفية؟ في عهد الخديوي إسماعيل بدأوا يركبوا صنابير المية في المساجد، وكان المذهب الحنفي هو السائد وقتها، وكان بيبيح استخدام المية الجارية في الوضوء عكس بعض المذاهب اللي كانت بتفضل المية المتجمعة في أحواض. فمع الوقت الناس بدأت تقول على الصنابير الجديدة دي حنفية نسبة للمذهب. هندسة الصرف الصحي مش مجرد مواسير، ده علم بيدمج ما بين الميكانيكا والهيدروليك، واللي بالمناسبة هتلاقي قسم البلامينج متاح على لينك. وما تنساش تعمل فولو عشان هقولك عن حاجة أساسها مهندس. واكتبوا لنا حابين نتكلم عن إيه الفيديو الجاي.